لك النهارده كذا طريقه تنضفي بيها الممبار من غير بقى لا بيكربونات الصوديوم ولا ملح ليمون ولا بوتاص، لان يعني في ناس ربنا يهديهم يا رب بينضفوا بمواد كيماويه بجد صعبه جدا. طبعا معايا الممبار زي ما انت شايفه كده، الممبار طبعا بيتقلب بكل سهوله، بنشيل الطرف الاولاني وبعد كده بتلاقيها بتدخله لجوه كده، وبعد كده هي بتتقلب لوحدها بكل سهوله. هنشطف كده ايه الكيلو ونص ممبار بتاعنا الجميل ده، ممبار بقري بقى وفيه دهون زي ما انت شايفه كده. اوعي تشيلي الدهون دي، لان الدهون دي اللي بتطعم طعم الممبار وبتخليه زي الفل. ممبار بقري بلدي جميل جدا جدا بكل سهوله. هنقلبه زي ما انت شايفه كده بالراحه خالص، هتلاقيه هو بينزل لوحده زي ما انت شايفه، واحده واحده كده. ده طبعا للايه للمبتدئات، واحده واحده. وبتقدري تقلبيه برضو بالميه، تقدري تقلبيه بالمعلقه او بالشوكه زي ما انت حابه او متعوده، مفيش مشكله. ده لون الممبار من جوه زي ما انت شايفه. هنقلب بقيه الكميه كلها بكل سهوله. هقول لك النهارده كذا طريقه تنضفي بيها الممبار من غير بقى لا بيكربونات الصوديوم ولا ملح ليمون ولا بوتاص، لان يعني في ناس ربنا يهديهم يا رب بينضفوا بمواد كيماويه بجد صعبه جدا. لو عندك ازازه كده هتجيبيها وتفتحي غطا الازازه وتبداي تشديه بالراحه واحده واحده. انا طبعا بس الغلطه اللي انا عملتها هنا ان انا وسعت الازازه شويه، غطا الازازه شويه من فوق، يعني كده افتح غطا الازازه فوسع مني شويه. بس برضو طريقه سهله جدا وسريعه تقدري تنضفي بيها من غير اي حاجه. عايزه اقول لك والله في الحوض كده 10 دقائق بالظبط. قعدة الازازه كده برضو سهله جدا. برضو تقدري ان انت تحطي كده الممبار وتقفلي ايدك عليها كده وتبصي. دلوقتي هوريكي كميه الاوساخ والحاجه اللي نازله كلها من الممبار. شايفاه كده بسهوله خالص خالص. هتحطيه كده وتكحتي كده بالراحه خالص وتسحبي الممبار وتكرري العمليه تاني. شوفي بقى اللي نازل منها. شايفه الكميه عامله ازاي. شايفه الحاجات دي هي دي كلها تنظيف الممبار. هشطفها تاني واوريكي برضو فكره تانية. طبعا معاكي انا بحاول اوريكي افكار كتير. لو مش متوفر عندك ازازه بظهر السكينه، بصي كحت كده في ثانية في ثانية مش هياخد منك. بصي والله العظيم لو عندك 10 كيلو ممبار وقعد مني ليكي في 10 دقايق ربع ساعة هتكوني غسلتيهم ونقعتيهم كمان وخليتيهم زي الفل. وعايزه اقول لك في حاجه الناس كتير متعوده وبسمعها في الفيديوهات صراحه على اليوتيوب وعلى جميع وسائل التواصل، يعني تقول لك انقاع الممبار بالخل. انقاع الممبار بخل وملح وليمون. طبعا ده غلط كبير يا جماعه. احترامي للجميع طبعا وتحياتي للجميع وما بغلطش في اي حد، بس الخل بيخلي الممبار يدوب وبيفرقع معاكي بكل سهوله. اول ما الميه تغلي كده هيدوب معاكي، لانه طبعا هو رقيق. احنا نضفناه طبعا وشلنا منه كل الحاجات دي. طبعا الممبار الخفيف البقري البلدي تلاقيه خفيف كده ومش هيستحمل معاك الخل بيدوب الحاجه. طبعا هقول لك دلوقتي على حاجة بسيطة خالص موجودة عندك في المطبخ هتخلي الممبار معاكي لا له ريحة ولا أي حاجة. طبعا مش عايزة تعملي بظهر السكينة، اعملي بجوز السكينة اللي هو الحامي ده وبرده بالراحة خالص. وأنا عايزة أقول لك الطريقة دي ما بتاخدش معايا أي حاجة. زي ما أنت شايفة كده كيلو ونص الممبار تقريبا ما خدوش مني تقريبا 10 دقايق، مع إن أنا صورت لكم كذا حاجة. الحاجة اللي أنت ترتاحي فيها اعمليها. غطا الازازه، بوز الازازه من تحت، ظهر السكينه، وش السكينه، اي حاجه. طبعا زي ما انت شايفه كده الطماطم، تجيبي طماطميه طريه كده من كيس الطماطم اللي في التلاجة اللي مرمي ده، وهتجيبي ليمونتين حلوين كده وبس كده، ومعلقه ملح صغيره لما تيجي يعني ايه تقوم حاطه عليه معلقه الملح كده في الاخر، وتقومي ايه فرقاه بين ايديكي كده عشان لو في اي حاجه هتلاقي الممبار بتاعك بسم الله ما شاء الله شهد مكرر وريحته حلوه جدا وفي السليق خطير. يلا نرجع بقى للاساسيه بتاعتنا الجباره بتاعتنا. طبعا جايباها طازه زي ما انت شايفه كده ناشفه خالص خالص. لا بصوا يعني ما شاء الله ما بتطلعش خالص. النهارده من غير اي كيماويات. هعمل لك طريقتين، طريقه سهله وهما الاتنين حلوين بصراحه. انا جربتهم الحقيقه الاتنين حلوين، بس خليكي معايا لاخر الفيديو هتلاقي طبعا دلوقتي طريقه اسهل من طريقه واللي ترتاحي له جربيه. بس انا جربت الاتنين والاتنين نجحوا معايا، بس في واحدة نجحت اكتر من واحدة سيكة كده يعني. هناخد نصها كده ولا حتة صغيرة وهنرش عليها حاجة صغيرة خالص. طبعا الكيماويات التانية دي صعبة قوي.
هنجيب شوية بيكنج باودر كده أو كيك شيف اللي احنا بنحطه في الأكل بنستخدمه، يعني حاجة طبيعية خالص، ما تقلقيش منه خالص. معلقة كبيرة ولا نص كيس يكون مرمي كده ولا كده مفتوح مثلا، مش هتعملي بيه كيكة ولا حاجة، هتجيبيه كده. والمية دافية، مية ايه يا جماعة؟ دافية، مش سخنة، ما قلت سخنة خالص، دافية جدا. وهنملى كده، شايفين اللون بدأ يغير، اللون بدأ يغير بتاع الكرشة بتاعتنا. والحتة التانية بقى هنعملها ايه؟ هنعملها بالمية الدافية بس من غير اي مكونات، زي ما انا قلت لك، اسهل طريقة لتنظيف الكرش، اسرع طريقة لتنظيف الكرش، هتنضفي الكرش من غير كيماويات، وده وعد مني. والله انا بجد ما بعملش الا كده، يعني الطريقة دي هي دي اللي انا بعملها. بس انا قعدوا يقولوا بقى البيكنج باودر والريفو وطريقة تنظيف الكرشة مش عارفة بايه وايه وحاجات كتير كده. فانا قلت لا والله انا مش هستخدم اي حاجة. في ناس بتقول لي انت طلعتي نص الكرشة في التنظيف، وفي ناس بتكحتها كده بالسكينة، بس انا بصراحة مش هضحك عليك، وانا بحب الطريقة دي، انا بحبها كده، بحبها كده، بحس ان هي انضف واسهل واطعم ويعني ايه، كل الجلده دي اللي عليها كل الحاجات اللي كانت مش حلوه يعني اقصد طلعت. يعني انت دلوقتي كده بتاكلي حاجه نظيفه. لكن في ناس ما بتطلعش الجلده دي، بتكحتها كده بالسكينه او يعني بحاجه كبيره، سكينه كبيره او شاطور او اي حاجه. فانا عايزه اقول لك دي الطريقه اللي انا بحبها، برضه اكلها بصراحه يعني. مش طلعت نصها ولا حاجه يا جماعه، الجلده خفيفه خالص قدامكم زي ما انتم شايفين، الجلدة خفيفة خالص قدامكم زي ما انتم شايفين. شايفين بقى الجمال؟ شايفين عاملة زي الورقة، ورقة بالظبط. اللهم بارك. طبعا انا مسرعة الفيديو علشان وقت الفيديو الناس بتزهق، وانا بصراحة مش عايزة ازهقكم. طبعا ده بقى اللي كان عليه ايه، اللي عليه البيكنج باودر. نقعته كده بالبيكنج باودر والمية الدافية حوالي 10 دقايق، 10 دقايق على بال ما نضفت الأولانية، يعني أو 5 دقايق 7 دقايق، بصي ما تكتريش عن 10 دقايق. وتبدأي كده تنضفي. عايزة اقول لك اللي معمولة بالمية الدافية بس من غير اي لا بيكنج باودر بقى ولا بوتاص ولا اي كيماويات، والله يا جماعة اقسم بالله في ثانية. شايفة دي برضو اللي معمولة بالبيكنج باودر، هي نجحت معايا. لكن انا حبيت فكرة ان انا طبعا كيس البيكنج باودر دلوقتي غالي يا جماعة، الوقت عندنا في مصر ب10 جنيه، مش عارفة بره مصر بيتباع بكام، اللي هو البيكنج باودر او الكيك شيف، فخسارة ال10 جنيه. فانا ننضفه كده احنا بايدينا بشوية مية دافيين خالص زي دمع العين. شايفة اللهم بارك طالعة عاملة ازاي؟ والله سحر يا جماعة، المية الدافية دي سحر بجد. دي اللي كانت معمولة بالبيكنج باودر برضو طلعت معايا بكل سهولة وبقت شفافة اهي. دي جلدة خفيفة خالص، مش رميناه كلها يا جماعة والله. يعني انت تقدري تجربي بسهوله، بسهوله خالص خالص ومن غير اي كيماويات طبعا. واللي بنبعت ننضفها بره عند الجزارين، بحس ان هي يعني بصراحه بتيجي كده ايه، فيها ماده، يعني مش عارفه اقول لكم ايه بصراحه. يعني انا بحس ان هي بتمزلق كده، ولا يعني عارفين انتوا الكلام ده، بتبقى طريه كده، فيها تلزيقه كده رخمه. بحس ان من كتر الكيماويات اللي محطوط عليها طبعا دي مش صحيه خالص. احنا هنتعب شوية لأن طبعا تنظيف الممبار والكرشة وتجهيز اللحمة في اليوم بتاع العيد الكبير إن شاء الله طبعا بيكون ضغطة شوية على ست البيت. فمعلش تعالي على نفسك شوية وتاكلي انت وولادك حاجة نظيفة من غير أي كيماوي. شايفة الجمال؟ هي دي بس اتهرت مني شوية، لكن ولا أبالي، عادي خالص، بقت زي الفل. لا طلعنا نصها ولا حاجة رميناه ولا اي حاجه. في ناس بتحب بقى ان هي يعني ايه تاكل الجلده اللي فوق دي، بتنضفها كده بالسكينه، بس برضو مش هتوصل لدرجه البياض والجمال ده. برضو الليمون والطماطم بس، اقسم بالله، وملح بس. عايزه اقول لك ما شاء الله، وتغيري الميه مره واتنين، ملح وليمون وطماطم بس كده، هتاكلي احلى ممبار واحلى كرشه بألف هنا وشفا. وكل سنه وانتم طيبين. ولو عايزين طريقه طبخهم هعملها لكم، بس اكتبوا لي في الكومنتات، بتتابعوني من اي مكان، ويا ريت ما تنسونيش بلايك جميل منكم وشير للفيديو. ان شاء الله الفيديو هتستفادوا منه كتير. طبعا بقى دي اللي احنا عملناها بالميه الدافيه بس، فاهمين اهي؟ دي اللي بالميه الدافيه بس، ما شاء الله. خلاص ما فيش فيها الا حاجه بسيطه خالص بقى، تقدري بقى تعيد عليها بالسكينه كده وبقت زي الفل. والتانية دي اللي بالبيكنج باودر، يعني طبعا عشان البيكنج باودر اكيد مغير لونها شويه مفتحه، لان طبعا ماده كيماويه شويه مهما كان، بس برضو مش زي الكيماويات التانية القاسيه اللي هي البيكنج باودر بنحط منه على الكيك، بنحط منه على القرص، على الحاجات دي كلها، فمش مشكله يعني بناكله. قصد اقول لكم يعني الحاجات التانية بقى، الكيماويات التانية بتحرق وبتتعب اطفالنا واولادنا، ومن نيجي كمان احنا كمان بتتعبنا احنا كمان. لكن دي بقى الكرشه بتاعتنا وجمال